أقول وبكل حزم وبكل وضوح لمن يحاول أن يعبث أو يحاول أن يظهر الأمر على غير حقيقته باستمرار: نحن مستمرون في العمل الجاد. من كان لديه رؤية فليقدمها، من كان لديه رأي فكلنا آذان صاغية. من يريد أن يساهم في منظومة البناء فمصر للجميع. من يريد أن يمشي في الطريق إلى الغايات إلى مصر الجديدة فأهلا به. أما من يحاول غير ذلك وهو خاطئ فيما يفعل وغير صحيح. مثلا ده صلاة الجمعة بتتكلف 3 مليون جنيه. 3 مليون جنيه يعني كل ركعة بكام يعني؟ ولا بتتكلف ولا مليم. ده الحرس بتاع الدولة موجود وبنروح نصلي ونرجع. امال صلاة الفجر بتتكلف كام؟ لما لهمش دعوة بصلاة الفجر دول. بتتكلف كام دي رخرة؟ ده الرحلات الخارجية اتكلفت 100 مليون دولار. واحد بيقول كده ازاي؟ ده احنا عملنا 9 رحلات في 11 يوم. زرنا عدد من البلاد في الشرق والغرب والشمال والجنوب عشان مصر ترجع لحضن افريقيا، عشان دورها في افريقيا يعلو، عشان افريقيا تبقى مصر الرائدة. عملنا رحلة لتركيا في نفس اليوم وكان في 2 مليار دولار دعم للاقتصاد المصري بفترة سماح طويلة 5 سنين واكثر بنسبة خدمة دين 1 وأقل من نصف المية في يوم واحد. وقابلنا فيهم مسؤولين من 3 دول وأحزاب من هناك ورحنا وجينا. الصين وإيران في ليلتين رحنا وجينا. الأمم المتحدة وأمريكا وأكثر من 30 مقابلة في 2.5 يوم. والاتحاد الأوروبي وبلجيكا وإيطاليا ورجال أعمال ومستثمرين يروحوا على حسابهم ويرجعوا على حسابهم. ده الرئيس بيسافر بره كتير بيهرب من المشاكل الداخلية. ما كان هذا ليكون أبدا إذا لم يكن هناك عائد من فتح الأبواب والتوازن في العلاقات وإيجاد موطئ قدم حقيقي لهذا الوطن وهذا الشعب بين دول العالم. هذا العالم القوي اقتصاديا المتشابك تجاريا الذي يعتمد على بعضه بعضا. 17 اتفاقية في ال9 رحلات دول عادت على الاقتصاد دعما له بحوالي 10 مليار دولار بطريق مباشر، ومشروعات استثمارية متوقعة خلال فترة وجيزة، وشركات جديدة بحوالي 10 مليار دولار أخرى. قالوا ده هيهرب لبره، وبعدين أصل اسمه ايه، بدل السفر تلت المصاريف للرئيس. أنا يعني يعلم الله، والله أنا ما كنتش أعرف إن في بدل سفر في الحكاية دي، فقلت أحسن يكون صحيح. ولا مليم واحد يدخل جيبي من بدل سفر، لا حصل ولا بيحصل ولا هيحصل.
هذا كلام إضاعة للوقت. بيقولوا ده اللي بيسافر، قالوا برضو ما هو ده الكلام اللي انا بقول اتمنى الا يحدث. اللي بيسافر اللي بيسافروا مع الرئيس بياخد الواحد فيهم في اليوم 1500 دولار. طب انا عايز اقول لكم على حاجه، هم قالوا لي بدل السفر للناس دي ناس تعبانه، قلت لهم كام؟ قالوا لي بياخدوا 50 دولار تلت بدل السفر. قلت لهم طب شوفوا له حل، خلوه تلتين. فقالوا ده في حاجة في النيابة قبل كده بتقول التلت والتلتين. طب استنوا لما تشوفوا النيابة قالت لا احنا حفظنا القضية دي. فبياخدوا كام في اليوم؟ 75 دولار، بتصفي على 62 دولار ونص بدل السفر للمرافقين اللي ما بيناموش والحراس 62 دولار ونص. حد اول امبارح بيقول لي ده بيقولوا 1500 دولار. انا قلت لكم قبل كده انا راجل طلعت من طين هذا البلد واتحركت مسافة طويلة وبعدين تعلمت الحمد لله كويس ورجعت عشان احمل معاكم المسؤولية. وانا لغاية دلوقتي زي ما انتم عارفين عايش في شقة بالايجار في التجمع الخامس على حسابي لغاية دلوقتي. اللي لاقي عندي بعد كده عربية يبقى يقول لي جبتها منين. اللي لاقي عربية جديدة يقول لي جبتها منين. دي عربية الحكومة بتاعة الدولة اللي بيستخدمها الرئيس وخلاص. وبعد ما تبقى في انتخابات وتداول سلطة وما يبقاش رئيس يروح يقعد في بيتهم تاني. احنا عايزين نؤسس للمسألة دي، عايزين نحرس المسألة دي. أنا الكلام ده بقوله لكم ليه؟ أنا شخصيا يعني لما حد ينال مني أنا ما بزعلش. أنا قلت من زمان أنا ليس لي حقوق وعلي واجبات، لكن هذا الكلام كثير على المنظومة اللي شغالة وكأن كل حاجة فشل. طبعا هناك عدد قليل بيعمل لحساب النظام اللي قبل كده. أنا ما زلت بقول لهؤلاء بلاش، يعني بصوا لبلدكم أحسن. ما فيش داعي لأن احنا نتعاون إلا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الأمر إن شاء الله الشعب المصري بإرادته ووعيه وعمله وجده واجتهاده سيأكل من عمل يده. هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد التي تنتج من أمسى كالا متعبا من عمل يده أمسى وبات وهو مغفور له. الكلام عن قطاع غزة وقطاع غزة. احنا حدودنا بنأمنها ونحرسها. أظن مصر كما تعلمون كما كان العبور في أكتوبر وكما كان العبور بالثورة في يناير وكما هو الآن العبور إلى الغد الأفضل والإنتاج والنهضة والتنمية، قادرون على حماية حدودنا. وقطاع غزة لا يمكن أبدا بالنسبة للفلسطينيين أن نقصر، لا يمكن أبدا أن نقصر في حقهم علينا. فنحن نقوم بواجبنا في إمدادهم بالإعانة قدر ما نستطيع في الغذاء
والدواء والطلبة والأقارب وحركة المعبر دون أن يمس ذلك أبدا، ولا يمس ولن يمس الأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال. ملتزمون دائما بدعم القضية الفلسطينية وبدعم أهل غزة، هم منا ونحن منهم، وأرضنا أرض سيناء أرض مصر، وما فيش حبة رمل تروح لغير مصر ولا الواحد مش مصري. والفلسطينيين بيحبوا أرضهم وبيحبوا غزة وعايزين يفضلوا فيها، وإحنا شايفين كويس قوي إحنا بنحط رجلنا فين. فبرضو منظومة الكلام للتشكيك بالشكل اللي بنسمعه أحيانا ليس في محله ولا قيمة له، ويجب أن نترفع عن مثل ذلك. أيها الأحباب الكرام، المسؤولية الكاملة علي وأنتم معي، والحكومة جزء لا يتجزأ من مؤسسة الدولة، تحمل المسؤولية أيضا بتكليف واضح، وتخطو خطوات جادة نحو منظومة عمل تنموي حقيقي وإنتاج حقيقي ودعم لكل جاد، ورفع الظلم عن كل مظلوم، ومحاسبة كل فاسد، حتى تتحقق لنا هذه النهضة التي نريدها، ومصر التي نحبها، والمستقبل الذي نريده أن يكون لأبنائنا وأحفادنا. هذا أمر ليس مستحيلا، ولكنه يحتاج منا إلى الجهد، ويحتاج منا إلى التعاون، ويحتاج منا إلى البذل، ويحتاج منا إلى العطاء، ويحتاج منا إلى الحب، ويحتاج منا إلى التعاون. وكلمة لا بد منها لأهلي وإخواني المسيحيين اللي في رفح، اللي كانوا واخدين على خاطرهم ولهم حق إن في حد خوفهم أو اعتدى عليهم. العدوان عليهم عدوان على كل مصري، عدوان علي أنا شخصيا. هذا أمر مرفوض، لهم حق الحماية كأي مصري. الأمن يجب أن يكون متوفرا، ونبذل في ذلك كل جهد، ونعمل ليل نهار حتى تستقر الأمور في كل ربوع الوطن. أنا أتمنى أن نتعاون وأفعل، وأريد أن ننتج وأتحرك في الخارج لعدد أيام من 96 يوم 9 أيام في الخارج. أذهب وأعود لكي أفتح كل الأبواب، لكي أوجد لأنفسنا لمصر موطئ قدم حقيقي في كل أرض مع كل شعب، لكي ننمو وينمو وطننا باعتمادنا على أنفسنا، بالاستثمار الحقيقي، بالإنتاج الجاد، بدافع الضرائب، بالمنتجين، بالفلاحين. فلاحين من الكلام برضه ده احنا عملنا طن الرز ب2000 جنيه، هذا شيء طيب، هذا حقهم، لنمنع استغلال تجار سوق السوداء لهم. يقوم البعض برضه عشان حكاية الصورة اللي دايما تبقى فيها التوب الأبيض في خرم كده، أو حتى نقطة عايزة تتصلح أو عايزة تتغسل، لا ده زيادة سعر الطن 2000 جنيه معناها أسعار الرز ترتفع جدا في السوق. ما حصلش والسوق موجود. إعفاء 46,000 من الفلاحين من الديون اللي أقل من 10,000، وإعفاء الباقين. أبنائي الأطباء ولهم حق طبعا، دخولهم لا تكفي، وإحنا أقرينا الكادر من حيث المبدأ، وقررنا دفع المتأخرات اللي هي عهود كانت سابقة قبل هذه الحكومة
ب700 مليون جنيه سيحصلون عليها وحصلوا على بعضها، ويطبخ الكادر بعد ذلك من العام القادم. هم لهم حق، ولكن يا أبنائي الأحباء، المرضى والحفاظ على المستشفيات وبذل الجهد، لا نوقف الإنتاج، نعبر عن رأينا، نعلن عما نريد، ولكن لا نعطل الإنتاج. العمال العاملين في كل مكان، في كل مكان، أصحاب الحرف والمهن، الكل له حقوق، ولكن دعونا نسعى معا، دعونا ننتج معا، دعونا نأكل مما ننتج، دعونا نمتلك إرادتنا ليعود الخير إلى أهله، إليكم. وهذا يحتاج منا، يحتاج بعض الوقت بخطة واضحة ورؤية شاملة وعزيمة ماضية لن تتردد أبدا، ولن نقف أو نتوقف عند بعض هذا الكلام الذي يقال هنا وهناك، وإنما ماضون بكل قوة، الجيش والشعب والشرطة وكل أبناء مصر يد واحدة على قلب رجل واحد إلى مستقبل أفضل بإذن الله. أنا متفائل جدا، ويسألونك متى هو. إن شاء الله، إن شاء الله سيكون قريبا، وما ذلك على الله بعزيز، وإن غدا لناظره قريب. كل عام وأنتم بخير يا أهل مصر، كل عام وأنتم بخير يا رجال الجيش، كل عام وأنتم بخير يا رجال الشرطة، كل عام وأنتم بخير جميعا يا شباب مصر، يا شباب الثورة. كل من اعتقل أثناء الثورة أفرجنا عن معظمهم، والباقون خلال أيام. هذه أمور بتنتهي إن شاء الله في وقت قريب. لا ننسى أيها الأحباب أن ملحمة أكتوبر، وأردت أن أذكر هذا في النهاية لأذكر القوات المسلحة والشعب المصري كله، أذكرهم بأنه كان معنا في الخنادق. الشعب السوري كان محاربا معنا على جبهة سوريا، وكان جزءا من ملحمة العبور، ولذلك المصريون والسوريون جسد واحد معهم حتى يتحقق للشعب السوري ما يريد من حرية وعزة وكرامة إن شاء الله. أحييكم جميعا وأشكركم، وأتمنى لكم جميعا التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الحق والخير. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الله أكبر.